أمس حادثا صادما بعد اختطاف رضيعة في يومها الثالث، وحسب إدارة المستشفى جرى ذلك من حديقة المستشفى بعد استدراج جدتها إلى الخارج. ووالد الرضيعة وأمها يوجدان حاليا في حالة هستيرية جراء ما حل بطفلتهما. روبورتاج فاتحة أشهب ومحمد ماكري. حالة استنفار يعرفها المستشفى الجامعي للأطفال عبد الرحيم الهروشي صبيحة هذا اليوم. أم مكلومة وتحت تأثير صدمة قوية، السبب فقدانها فلذة كبدها في يومها الثالث. تحكي لنا رفقة زوجها ملابسات الحادث. صافي وكتقابلني كتجي تغطيني، جيت لقات بنتي كتبكي كتهزها، حيت انا ما كنقدرش نهزها حيت فاتحه. صافي ملي بغيت نخرج مع 12 قالت لي خرجنا، قالت لي لا انت باقا عيانه دخلي الشومبغ تاعك، وقالت لي غندي بنتك ندير لها شي تحليله، باقا خاصها واحد التحليل. هادشي فين واقع؟ في لا شومبغ تاعي. يلا خرج، يلا غدا خارجه. امي ما عرفاش، استغلتها داتها ثالث ما قالت لها راه نسيتي الورقه الصفراء سير جيبيها. الوقت اللي رجعت امي هي زادت من تما هربت. واش قالت لي يشد رجلها الكاميرا؟ المستشفى غير مجهزة بكاميرات يمكنها رصد المشهد، وحسب إدارة المستشفى حادث الاختطاف وقع خارج مصلحة الولادة. دراجاتها حتى الجردة الفوق، قالت لها خصني واحد الورقة صفراء سيري جيبيها من القسم الولادة. خلات لها التربية ورجعت تجيب الورقة الصفراء. إذا بها مني رجعت ما لقات لا التربية لا المرأة. حنا ما شفناهاش ما ريناهاش، ما يمكنش لينا نخليو شي حد اترونجي على السبيطار. كاين في السيرفيس زعما الامن، كاين السيكوريتي، كاينين لي زاجون سيكوريتي، كاينين في السيرفيس، كاين كلشي بارتو فين ما مشيتي. بلاغ إدارة المستشفى يقول أنه فور علمها بالحادث تم إشعار السلطات الأمنية التي حضرت إلى عين المكان لمباشرة تحقيقات لا تزال جارية لحد الآن. وضمن إطار التحضير للاقتراع التشريعي للسابع من أكتوبر المقبل، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد العنصر عقد اليوم بالرباط ندوة صحفية قدم فيها البرنامج الانتخابي للحزب، والذي قال عنه أنه يولي أهمية كبرى للقضايا التي تشغل بال المواطن، وأنه يأتي بإجراءات عملية وقابلة للتحقيق تلبي انتظارات المواطنين. عبد الحفيظ المنور ورابورتاج. البرنامج الانتخابي لحزب الحركة الشعبية الذي تم تقديمه في هذه الندوة الصحفية يرتكز على 12 التزاما، رغم أن الحزب وعلى لسان أمينه العام يعتبر